ودلوقتي يا حبايبي نقدر نقول مع بعض كده ايه رأيكم بقى في القمر ده؟ طبعا كده طبق كامل متكامل، طبعا سلطة طحينة بطاطس، بجد حكاية عظمة. بتمنى ان الوجبة كلها تعجبكم يا رب العالمين وتكون خفيفة على قلبكم. يلا بينا كده نشوف عملنا العظمة دي ازاي ومكوناتها ايه بالظبط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض كده الحواوشي بطريقه حلوه جدا وبخلطه وبتتبيله حلوه جدا. بتمنى ان الوصفه تعجبكم. طبعا احنا شايفين كل الحاجات اللي معانا، بجد هنطلعه بتتبيله تحفه جدا، اطعم من بتاع بره بكتير. بتمنى كل الوصفات تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين. وما تنسونيش ابدا تعملوا له لايك وشير وسبسكرايب للقناه وكومنت ظريف كده، عشان ده اللي هيرفع معانا الفيديو باذن الله تعالى. يلا بينا كده نعمل الحواوشي القمر. هنحتاج معانا كده، انا معايا هنا كده نص كيلو من اللحمه المفرومه، ومعايا بصلتين بس كبار كده حلوين، ومعايا قرنين فلفل وجزرتين والبقدونس، وهنضربهم كلهم كده في الكبه بتاعتنا. ومعانا هنا كده التوابل بتاعتنا، معانا شويه من الملح، شويه من الفلفل، البابريكا، التوم البودر، البصل البودر، شويه كزبره، وشويه توابل حواوشي. ومعانا كده هنا كده كام فص من الثوم. يلا بينا بقى هنروح كده على الكبة ونضرب البصل والجزر والفلفل والبقدونس. بجد البقدونس بيدي للخلطة بتاعتنا والتتبيلة بتاعتنا حاجة تانية، بيخليها تروح في حتة تانية. يلا بينا نضرب كل الكلام ده ونرجع تاني مع بعض. طبعا احنا بنفرمه، مش عايزينه يبقى مفروم ناعم قوي، بس عايزينه يبقى مدي طعم كده، قرمشة كده في الساندوتش معانا. يلا بينا نفرمهم كده ونرجع تاني مع بعض. من نجاح الحواوشي معانا ان احنا نسيبه في التتبيله بتاعته فتره كده كويسه، علشان خاطر يدي طعم كويس معانا. هننزل كده بالبصل والفلفل، ممكن ما نحطش الكميه كلها، براحتك خالص. هننزل كده بالبصل، انا مخرطه هنا بصلتين وجزرتين ونص ربطه بقدونس كده، هننزل بيهم في الكبه بتاعتنا. وهننزل بالتوابل بتاعتنا برضو كلها عليها. انا كده مش هستخدم الحبه دول كده كمان، وهنضرب الحاجات التانية دي كده كلها وهنرجع تاني مع بعض. بس اهم حاجه يا ريت ما تنسونيش في اللايك، وهنحط طبعا التوم معانا. بس اهم حاجه يا ريت ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد، وكومنت ظريف عشان ده اللي هيرفع معانا الفيديو. بتمنى ان كل الوصفات تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين. خليكم معانا للاخر لحد ما نشوف التتبيله بتاعتنا هتكون ازاي. ودلوقتي يا حبايبي بعد ما خلاص كده ضربنا التتبيله بتاعتنا كده والخضار بتاعنا كده ضربناه كده، خليناه فرمناه بالمنظر ده كده، هننزل عليه كده باللحمه المفرومه بتاعتنا. هننزل عليه كده كله باللحمه المفرومه، وهنقلب كل الكلام ده كده مع بعض. هنقلب بقى كده كل الكلام ده والخلطه والحاجات دي كده كلها مع بعض. مش قادره اقول لكم بجد ريحه الخلطه والتتبيله تحفه جدا. هنقلب كده كل الكلام ده. وطبعا انا جايبه جبنه مبشوره وجبنه رومي مبشوره كده وجبنه موتزاريلا، هننزل عليهم برضو. وهنقلب كل الكلام ده كده مع بعض. طبعا الحواوشي من الاكلات الاقتصاديه جدا اللي بجد سهله جدا وبسيطه، وبترمي معانا. يعني نجيب نص كيلو لحمه ممكن يغرق العيله كلها. لان طبعا البصل، طبعا في ناس كتيره بتحب تكتر البصل قوي، بس بصراحه انا ما بحبش اكتر البصل قوي ولا الخضار ولا الكلام دوت، علشان نحس شويه يعني من طعم اللحمه كده. هنقلب. طبعا انا معايا اللحمه الموتزاريلا، الجبنه الموتزاريلا سوري، كلها مش فكه كلها، فانا لسه هركنها كده شويه كده تاني في التتبيله كده لمده ساعتين في التلاجة او 3 ساعات. وهنبدا نعملها كده على البوتاجاز كده، ونشوف هنعمل احلى ساندوتش حواوشي بجد تحفه جدا، اطعم ما بنشتريه من بره. طبعا بهارات الحواوشي اللي انت بتشتريها جاهزه بتزودي عليها بقى شويه كزبره، تحبشي انت الاكله بتاعتك كده. هنحمر معاها بطاطس كده تحفه جدا، هتبقى اكله سهله. كل ولادنا بيحبوا الاكل ده وتغيير في الاكل. خلاص كده احنا جهزناها. هنسيبها بقى كده تهدى مع نفسها كده لمده ساعتين كده او 3، ونرجع تاني نشوف هنشتغل فيها ازاي. بتمنى ان الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين. وما تنسونيش ابدا من دعائكم لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد، وكومنت ظريف كده علشان ده اللي هيرفع معانا الفيديو باذن الله تعالى.
بتمنى كل الوصفات تعجبكم باذن الله وتكون سهله وخفيفه على قلبكم يا رب العالمين. هنركن التتبيله دي كده شويه كده لمده ساعتين ونرجع تاني مع بعض نكمل بقيه وصفتنا. بتمنى ان الوصفه تبقى خفيفه على قلبكم، وما تنسونيش ابدا من كومنت عشان ده اللي هيرفع معاكم الفيديو باذن الله تعالى. وهنا كده يا حبايبي خلاص بقى حطينا كده الجريل بتاعتنا كده، وحطينا فيها معلقه كده من السمنه او زبده او زيت، اي ماده دهنيه انت تحبيها وتفضليها. طبعا انا هحط كده مع معلقه السمنه دي هحط كده حبه صغيرين معلقه تانية من الزيت علشان بتدي طعم تاني خالص. وهنا كده هنحط كده معلقه كده من السمنه تاني كده بقى. هنسيبها كده تبقى عامله على في الجريل بتاعنا. وطبعا دلوقتي بقى بنحمر البطاطس بتاعتنا. هنبدأ كده نحشي. هنبدأ معانا كده ان احنا نحشي اللحمة بتاعتنا، الساندوتش بتاعنا كده. طبعا بنروح الفرن كده ونقول له عايزين عيش حواوشي عشان ما يكونش واخد السوا بتاعه كويس قوي، فيكمل سواه في الفرن او بقى على البوتاجاز او براحتك خالص. انا كده هاخد قطعة كده من الحواوشي، قطعه محترمه كده. مش قادره اقول لكم بجد ريحه التتبيله تحفه جدا، بس اهم حاجه ان انا مش احشيه قوي علشان خاطر يستوي معايا من جوه كويس. ريحه التتبيله تحفه جدا. وهنركنه كده وهنبقى ننزل بيه على الجريل. الجريل اللي بقى معانا بتدي شكل حلو قوي في التسويه، حتى لو عملتيها على طاسه مفيش مشكله. بس انا عايزه اخد التضليعه اللي بتبقى في الجريل دي، بتبقى جميله قوي في السندوتشات كده، بتبقى حلوه قوي. مش قادره اقول لكم بجد ريحتها تحفه جدا. بتمنى تجربوها وتكتبوا لي كده في الكومنتات اذا كانت في وصفه معينه عايزيننا نعملها مع بعض. هستنى منكم لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. بجد ريحتها تحفه جدا. طبعا احنا لو عملنا لاولادنا الحاجات ديت في البيت عمرهم ما هيفكروا ان هم يشتروا الحاجات دي كلها من بره. طبعا هي اكله اقتصاديه فظيعه بصراحه، يعني ان انت تبقي عامله ربع كيلو لحمه او نص كيلو لحمه وتزودي عليه الخضار اللي انت عايزاه، والله اطعم واحسن من ما يشتروا الحاجات دي من بره، لان هي اصلا بتبقى كلها حاجات مش كويسه. لا احنا دلوقتي ضامنين اللحمه دي جايه ازاي ولا من ايه ولا الكلام ده، انما دي كلها حاجات انت عاملاها لاولادك في البيت. خلاص كده هنبدا بقى نسويه كده على الجريل معانا. حطينا الكميه المناسبه اللي احنا عايزينها. طبعا بقى مع طبق سلطه حكايه. طبعا رمضان بيحب السلطه كده، الصيام بيحب السلطه كده والشوربه والحاجات دي، بس انا بفضل مع الاكله دي بطاطس محمره، طبق سلطه صغير، والاكله كده وشكرا كده تمام. ودلوقتي يا حبايبي خلاص كده الماده الدهنيه كده سخنت معانا كويس. هنبدا ننزل كده بالسندوتشات بتاعتنا. طبعا عايزه تقسميها بقى النصين تمام مفيش مشكله، عايزه تقسميها تسيبيه زي ما هو كده مفيش مشكله. هنسيبها كده على النار كده ياخد اللون الكريسبي الاحمر دوت، ونرجع تاني نشوف شكل الحواوشي بتاعنا. بتمنى ان الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين. هنكمل كل السندوتشات اللي معانا ونرجع تاني مع بعض. دلوقتي يا حبايبي طلعنا كده الحواوشي معانا حاجه كده تحفه جدا. مش قادره اقول لكم ريحته عامله ازاي، بجد عظمه جدا. طبعا انا مطلعاه كده على ورق الزبده كده علشان خاطر لو في اي دهون ولا اي حاجه ما يبقاش دسم خالص كده مع الولاد. انا دلوقتي كده هغطيه كده وهنرجع نقدمه دلوقتي تاني في طبقنا باذن الله. بتمنى ان الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين، وتزوروني دايما على قناتي على اليوتيوب اكله جنان او حله ضغط. بتمنى كل الوصفات تعجبكم يا رب العالمين. دلوقتي هنغطيها كده وهنرجع تاني مع بعض نشوف بقيه الوصفه ازاي. دلوقتي يا حبايبي نقدر نقول مع بعض كده خلاص كده جهزنا معانا الفطار بتاعنا، وجبه كده كامله متكامله. الحواوشي جاهز معانا كده مستوي خالص كده من جوه وكريسبي ومش ناشف قوي على بق الولاد، بجد حلو جدا. بتمنى ان الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين. طبعا احنا لسه بنجهز البواقي بقى بتاعته، الحاجات بتاعته البواقي بقى. بتمنى ان كل الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين، وما تنسونيش ابدا من دعائكم وكومنت ظريف كده عشان ده اللي هيرفع معانا الفيديو.
طبعا اكله سهله وسريعه وموفره واقتصاديه جدا. بتمنى ان الكل يجربها، باحسن ما نشتري لاولادنا بجد الحاجه من بره. بجد الحاجات دلوقتي مش مضمونه ان احنا نشتريها لاولادنا. بجد الحاجات دي لما نعملها لاولادنا لو حتى باقل الخامات وباقل الامكانيات احسن ما نشتريها من بره خالص. اتمنى ان كل الوصفه تعجبكم. مش قادره اقول لكم ريحتها عامله ازاي، نفسي اقول لكم اتفضلوا معانا باذن الله يا رب العالمين. يا رب كل الوصفه تعجبكم يا رب العالمين. وتزوروني دايما على قناتي على اليوتيوب حل الضغط، مش هتكبر الا بيكم باذن الله، واكله جنان. اتمنى ان كل الوصفات تعجبكم يا رب العالمين. ودلوقتي نقدر نقول مع بعض والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.